حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله صحة وسلامة. بنات خليت البردات داخليهن اغسلهم بالغسالة. وهنا عندنا بالعراق تعرفون الجو حار حيل، فدا اترس هذا السطل حتى يبرد لنا للجهال اغسل منه لان كلش حار مال تانكي، فاترس حتى يصير المي بارد، وهاي معاناة العراقيين. فهسه انتقل من الهدوم الى المطبخ، اروح اشوف شنو عندي واسوي ونظفه، يعني اشيل شنو. يلا خليكم وياي. هسه راح اسوي الطباخ انظفه وياكم. اني دائما اجلفه طبخه عن طبخه، اجلفه حتى لا يتوسخ ويظل يصير يروجني يعني بالتجليف. وهاي هسه اجلف الطباخ. احب كل يوم يعني هذا روتيني الصبح، بس اليوم حل تعزيلات لان ما بقالي شيء، واجيب ان شاء الله. كل يعلق لي ويكتب لي ان شاء الله تقومون بالسلام. يقوم على اطفالي يعني الصراحه ماكو يعني كذب. مو قلت للام يعني تسوي تغلب لي اياها، الاطفال ما يقدرون كل شيء يسوون الا، فاني وعمود لا يحتاجون شيء خلص شغلاتي. وان شاء الله هم اشوفكم روتيني اذا اشتري مشتريات هم للطفل لسه يعني ما مشتريه، ان اشتري هم اشارككم بالفيديو. يعني اني محتواي مو بس رسم وهاي، يعني كل شيء من نوع هم. فانتوا لا تنسون تدعمون القناه. هسه اشارككم بالملابس الطفل هم بالمشتريات ان شاء الله، بس انزل لكم اياه اذا الله راد ويظل بيه حيل. تدرون يعني الحامل ومعاناة. هسه انت اشتغل شوية شوية. ننظف. انتو هم ايش تسوون؟ تحبون تسوون تشتغلون؟ والأم من دعاء أم إن شاء الله. الله يرزق كل واحد محروم، ويرزق كل واحد الذرية الصالحة إن شاء الله. يرزق كل واحد محتاج. أكمل وأرجع لكم. ولسه نبلش نمسح الجام. ما عليكم بالسحقات. ها كنا لازقين هنا هاي نوع عالجام على مود الشمس، بس راحت متمزقة من كثر الحرارة اللي عندنا. الدرجة بالعراق يعني درجة عبا ل50 وصلت من كثر محارة. واني غرفتي فوق تعرفون بقى حتى الجلادات كلهم شلع من الحر. هاي لازم نمسحها قبل ما نعلق البردات الشباك. هسه جيت مرحلة انه اجلف الكاونتر. هذا يراد لي لايلون اخليه هناك على الحائط، لان هذا تعرفون مو لا سيراميك ولا شي، حائط دهن ما عندي ساحبه، فهيك دا يصير. فحجيب لاصق او اصبغه هذا كله يطلع على مود شكله حلو. هسه راح اجلفه هذا. مو مكمل، خليكم وياي كمله جلف. كل يوم اجلف هو، بس حبيت اشارككم. هذه كل يوميا بنات لا تخلون شي بيدهن او هاي، لان يتكدس عندكم وما يطلع بسهولة، يعني يضوج خاصة الدهون. لازم كل يوميا الكاونتر يراد له جلف حتى يعني ما يتعبكم بالتنظيف. النوبات اتعب بنتي تساعدني تسوي، هي صغيرة هي صف الثالث ابتدائي، بس تقدر عليه خطية تساعدني.
وشغلات متعبة ما انطهي لأن أكون خطيت تعب يعني أشوفها. أقولها أنتي بس اهتمي بأختش الصغيرة وهي الزميلي إياها وأنا أكمل شغلي على كيفي. ما أحب أتعبهم خطية، بس الشغلات يعني يلملمون الألعاب ما أقدر، تعرفون حامل ما أقدر أدلق تكنس لي يعني. هم خطية تساعدني أمسحها هسه نمسحها تمسيح ونأخذ منه. هسه بعد ما نظفته ومسحته وحرجع الأغراض مكانهم. وشوفوا اخذ نفس شوية استريح، لان تعرفون ما اقدر فد جرة واحدة اكمل الشغل، لازم شوية استريح. صار بهذا الشكل شوية نظيف. اهم شي النظافة ما يخالف يعني بنات، يعني واحد حتى لو مكانه تعبان العايش بيه او هاي انصحكم كل هذا الحمد لله والشكر انا راضية بيه، بس اهم شي الصحة والعافية، وهاي اهم شي. واهم شي انتو شجعوني حتى قناتي تكبر بوجودكم وبس. راح ارجع الاغراض بمكانهم وعلى مود اروح اشر البردات وهم استريح شوي واسوي هم شغله. انتوا تعرفون ما اقدر جرة واحدة. واشوفكم اللقطة الاخيرة يعني بعد ما اكمل واعلق البردات ونشوف رايكم بالتعليقات. هسه ارجعهن واشوفكم وياه بعد ما رجعت الغراض بمكاني وصارن بهالشكل هذا. اعطونا رايكم بالتعليق. شي هم بسيط وهمنا النظافة حلوة. اروح اشر البردات والشكل النهائي اعود اشوفكم وياه، لان ما قدرت حيل تعبت بنات اعذروني، بس حبيت اشارككم هذا اليوم. ظلوا وياي. وهاي قد ما تعب الصوت راح. وهاي قبل ما كملت تنظيف وعلقت البردة وصارت بهالشكل هذا. يعني أنا من حجيب لح انام بهاي الشرباية نانس نظفت لي هذا المكان وهاي حتى يصير قبال مبردة. وهنا أنا انهي وياكم الفيديو بعد ما معاناة وتعبت هواية. لا تنسوني على هذا التعب كله على التعليق وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. وقولوا لي وش تحبون. هذا بي حيل بعد اصور، واذا اغيب عنكم يعني تعبانة او مريضة، بس من حاشتري مشتريات الطفل راح اشارككم بمشترياتي. كنت مش كنت اخربط بالحكي. يلا احبكم كلش هواية ومع الف سلامة.